ممكن يحصل لو جاتلي الدورة الشهرية؟ ببساطة كده مش هعرف اعمل اي حاجة. يعني مثلا المفروض ان النهاردة انا عندي دروس مثلا، او عندي مدرسة، او عندي نادي، او عندي جامعة. اعمل ايه؟ مش عارفة اعمل اي حاجة منهم خالص. المفروض ان انا عندي حاجات كتير لازم اخلصها، بس مش هقدر اعمل اي حاجة منهم علشان انا عندي الدورة الشهرية. ما تزعليش وتعملي ال111 كده، انا شايفاكي. بس ايا كان الموضوع او ايا كان احساسكم بالقرف من الموضوع فانا مسامحاكم. دي مش مشكلتكم، دي مشكلة المجتمع، لانها دايما بتقولك ان دي حاجة عيب ومقرفة. بس تعرفوا انا تعبانة ومرهقة ومش عارفة اذاكر ولا اتحرك ولا حتى اتواصل مع البشر، وده شيء مقرف اكتر من احساسكم بالقرف لو فكرتوا فيها يعني. والاصعب من كل ده هو ازاي مش بنجهز بناتنا واخواتنا الصغيرين انهم يستقبلوا الدورة ويفهموها. عشان تعرفوا كل حاجة تعالوا معايا. اول حاجة انا عايزة اعرف هي امتى الدورة الشهرية بتيجي. المفروض ان هي بتيجي لما البنوتة فينا بتوصل لسن البلوغ، اللي هو سن كام مثلا؟ عندنا من سن 10 سنين ل15 سنة، هو ده المفروض ان هي بتيجي. بس في بيبقى بلوغ مبكر اللي هو بيبقى 9 سنين مثلا، عادي ممكن تيجي. انما واحدة عندها 17 او 16 سنة ومجتلهاش الدورة الشهرية فده كارثة، بتروح لازم لدكتور على طول. طيب ازاي اعرف انها هتجيلي، او ازاي اعرف انها هتنزل بكرة علشان اعمل حسابي مثلا؟ او ازاي في علامات ليها يعني ان هي هتيجي؟ ممكن احس بألم في المفاصل او في العضلات، احس ان انا مصدعة او مرهقة. ممكن كمان يكون في اسهال وامساك، ممكن يكون في ألم في الثدي، وده بيبقى اغلب البنات بتشتكي من كده. ممكن يكون في حبوب شباب بتظهر فجأة كده. ممكن كمان تلاقي نفسك تخنتي فجأة كده يعني، فده بيبقى علامات من ضمن اضطراب الدورة الشهرية يعني عموما. طبعا احنا عارفين ان هي بتيجي كل 28 يوم، تختلف بقى بس ناقص او زائد 7، يعني ممكن تيجي من معاكي 21 من 28 يوم، او من 28 يوم ل35 يوم. تمام، في الفترة دي يعني بتيجي مع كل بنت يعني على حسب، لكن ما ينفعش ان هي تتأخر عن كده. تعالوا بقى نتكلم ازاي اتعامل مع ألم الدورة. اول حاجة اعملها ان انا اخد شاور بمية سخنة. طيب انا مش قادرة، انت مش متخيلة كمية التعب اللي انا بكون فيها يا روناء، مش متخيلة كمية التعب اللي انا بكون فيها، مش بقدر اقوم ولا اتحرك. خلاص ممكن نعمل كمادات، سواء كمان في الظهر او في اسفل البطن، لان ده بيبقى اغلب الالم بيكون هنا يعني عموما. اشرب حاجات سخنة زي زنجبيل وقرفة، بس يا ريت احليهم بعسل، بلاش السكر الفترة دي. مشربش مية ساقعة. عارفين ان احنا في الصيف ومحتاجين مية ساقعة وكده، لا انا بعد عن المية الساقعة تماما. اشرب مية فترة من الحنفية، وكمان محطش على جسمي مية ساقعة اطلاقا، يعني الشاور اخليه دايما بمية سخنة. الملابس بتاعتنا ياريت تكون واسعة، يعني ما كنش لابسة بنطلون سوري يعني الاستيك بتاعي بيبقى ضيق، فانتي اساسا كده هيضغط على بطنك، وانتي بطنك بتكون في حالة انتفاخ في الوقت ده، فانتي عارفة ايه اللي ممكن يحصل. حاجة كمان ان انا ممكن اعمل رياضة، اتمشى عشان تحسن مزاجك يعني وكده. كمان اكل صحي الفترة دي، يعني ما اهملش نفسي تقولي انك انتي مالكيش نفس وكده، لا اصلا في ناس بتجيلهم انيميا بسبب ان هما ما بياكلوش في الفترة دي. انتي متخيلة ان انتي بتفقدي دم، فلازم تعوضي الدم اللي خارج منك. اخر حاجة واهم حاجة في الموضوع كله اللي هو المسكنات. يا ريت بلاش نشرب مسكنات اطلاقا. انا بشوف ان المسكنات دي شبه المخدرات بالظبط. المسكنات دي كارثة، بلاش المسكنات يا جماعة، بلاش. مش قادرة تستحمليها، اشربي حاجة سخنة. والله مشروب القرفة والزنجبيل مع بعض حلو خالص خالص بجد. يا رب تكونوا استفدتوا من اللي انا قلته، واكون كنت خفيفة على قلوبكم. واللي عندها اخت صغيرة يا ريت تتابع قناتي، يعني ان شاء الله هكون مهتمية بيهم الفترة الجاية، واستنوني في الحلقات الجاية. مع السلامة.